بتبدأ أحداث الفيلم في بلدة صغيرة بعيدة، وبنشوف تيري بطل الفيلم رايح للقرية دي على عجلته وبيسوق بسرعة جدا، وبيوقفوا 2 ضباط من البلدة وبيعملوا له مخالفة سرعة وبيفتشوا الشنطة بتاعته، فبيلاقوا فيها مبلغ 26,000 دولار، 10,000 عشان يدفع كفالة ابن عمه اللي اتقبض عليه في قضية مخدرات، والباقي عشان يشتروا شاحنة يشتغلوا بيها، وبيتهموه إن الفلوس دي مصدرها المخدرات وبيصادروها منه، فبيقول لهم دي من فلوسي الخاصة عشان بعت عربيتي وجزء من مطعم كنت شريك فيه، لكن مش بيصدقوه وبياخدوها منه برضه، وبيقولوا له ارفع قضية واثبت مصدرها لو عايز تاخدها تاني. فبيوصل تيري للمحكمة المحلية في البلدة وبيسأل عن ابن عمه، وبيقول لهم ان الضباط صادروا فلوسه، فبيقول له إليوت موظف المحكمة ان مفيش في ايده حاجة، وبينصحه يتصرف في فلوس تانية ويسلمها قبل ترحيل ابن عمه لسجن المدينة الكبير. وبتسمع حوارهم موظفة تانية في المحكمة اسمها سمر، وبتقول لتيري انها ممكن تساعده، فبيحكي لها تيري اللي حصل، وبيقول لها انه خايف على ابن عمه ولو راح سجن المدينة ممكن يتقتل لانه كان شاهد في قضية من كذا سنة، والعصابة اللي شهد عليهم لو شافوه في السجن هيقتلوه. فبتقول له مفيش حل غير انك تدفع الكفالة قبل ما ينقلوه للسجن يوم الخميس، وهي هتحاول تدور في الاوراق يمكن تلاقي حاجة تساعده بيها. فبيتصل تيري بشخص اسمه لو، وهو صاحب المطعم اللي كان شريك فيه، وبيطلب منه يسلفه 10,000 دولار تاني، فبيوافق لو يساعده، لكن بيقول له ان البريد مش هيسمح بتحويل المبلغ ده كله مرة واحدة، وبيقول له تيري هيحاول الاول يلاقي حل يرجع فلوسه، ولو معرفش هيكلمه تاني. فبيروح تيري تاني يوم الصبح لاسم الشرطة في البلدة، وبيطلب من شرطية اسمها جيسيكا عمل محضر بسرقة الفلوس، وبيتهم الاتنين الضباط اللي سرقوه. وبمجرد جيسيكا ما بتسمع كلامه بتتوتر جدا، وبتروح تنادي سيندي مأمور الاسم، فبيروح له المأمور وبيقول له ان الفلوس اتصدرت بشكل قانوني ومش هنرجعها لك ومش هتقدر تهددنا. فبيعرض عليه تيري انه ياخد منهم 10,000 بس مبلغ الكفالة ويسيب له الباقي، فبيوافق المأمور على عرضه، وبيطلب من تيري انه يشوف ابن عمه قبل ما يترحل للسجن المركزي، وبيقول له المأمور تعالى يوم الاثنين الساعة 9 الصبح. وفعلا تيري بيروح في الميعاد اللي اتفقوا عليه، لكن بيتفاجئ ان عربية الترحيلات اتحركت خلاص وان المأمور كان بيخدعه، فتيري بيجري بسرعة ورا العربية وبيقول لابن عمه انه يطلب يتحط في سجن فردي عشان محدش يأذيه، وبيطمنه انه هيدفع له الكفالة ويطلعه. وبيرجع تيري تاني للبلدة وبيتصل بلو في المطعم عشان يحول له الفلوس، لكن بيتفاجئ بيه بيقول له انه مش هيقدر يساعده لان الشرطة جت المكان وحجزت على فلوسه اللي في الخزنة، وكل ده بسبب بلاغ كيدي عمله مأمور الاسم واتهم فيه صاحب المطعم بالمشاركة في تجارة المخدرات. فبيرجع تيري للمحكمة المحلية وبيقابل سمر، وبتقول له انها لقت اوراق كتير لحالات شبه قضية ابن عمه، والتهمة بتكون بسيطة لكن الاسم بيسجنهم لفترة 90 يوم وبياخد منهم مبلغ كفالة كبير جدا قصاد القضية الصغيرة اللي هم فيها. وبتقول له ان الورق اللي معاها ده ممكن يدين الاسم كله والمحكمة المحلية كمان. وبنروح لاسم الشرطة وبيكون المأمور والمساعد بتاعه جيسيكا بيدوروا في تاريخ تيري والبيانات بتاعته، وبيلاقوا انه مجند بحرية سابق وساب الخدمة سنة 2017 وكان بيشتغل في قاعدة جوه امريكا وما خرجش بره. وبيقول المأمور كده طمنا انه ما عندوش قدرات قتالية، وهم بيشوفوا معلوماته بيلاقوه واقف قدام باب الاسم، والمأمور بيخرج له وبيكلمه، فبيقول له تيري انه خدعه، وبيقول له المأمور انت قللت من احترامي قدام الضباط وانا مش هسمح بكده، وبيطلع مسدسه عشان يهدده، لكن بسرعة بيقدر تيري ياخد منه المسدس ويكتفه، وبيخرج مساعد المأمور لكن بينجح تيري انه يضرب الاتنين ويكتفهم ويدخل بيهم الاسم. وبيطلب من الشرطية جيسيكا تفتح غرفة الأدلة، وبياخد من فلوسه اللي صدروها 10,000 دولار، وبيشوف جوه الغرفة أسلحة وفلوس كتير مسروقة، وبعدين بيطلب منها تطلعه من المكان من غير تدخل حد من الضباط اللي بره الاسم. وبتمثل جيسيكا قدامهم انها قبضت عليه، وبتاخده في عربية الشرطة بعيد عن الاسم وبتهربه من المكان، وبياخد تيري الفلوس بسرعة وبيروح للمحكمة المحلية وبيدفع الكفالة، وبتخلص له سمر ورق الإفراج من القاضي المحلي الموجود في البلدة. لكن قبل ما يخلص الإجراءات بيكون حارس المحكمة بلغ عنه، وبيوصل مجموعة من الضباط من الاسم وبيقبضوا عليه، وفي نفس الوقت بتقدر سمر تاخد الملفات اللي لقيتها وتهرب من المكان. وبيرجعوا للاسم تاني بعد ما قبضوا على تيري، وبيطلع المأمور وبياخده في عربية وبيبدأ يتكلم معاه، وبيقول له انه بيعمل كده لانهم قللوا ميزانية البلدة، وبياخد الكفالات دي عشان يشتري سلاح وكله سلاح خفيف مش مميت. وبيوصل المأمور عند مستشفى البلدة وبيقول له ان ابن عمه بمجرد وصوله للسجن تم طعنه من العصابة اللي شهد ضدهم زمان، وانه هيموت بسبب الإصابة دي لانها خطيرة، وبيديله كيس فيه باقي فلوسه 26,000 دولار، وبيعرض عليه انه ياخدها ويسكت لان ابن عمه يعتبر مات خلاص، وهيشتروا له الشاحنة اللي كان عايزها كمان قصاد سكوته، او يتهموه بالتعدي
على ضباط شرطة وساعتها هيتسجن لمدة ممكن توصل ل 30 سنة، وبيقول له لو ما استلمتش الشاحنة من التاجر قبل نص الليل هنعتبر الاتفاق ملغي وهنقبض عليك. فبياخد تيري الفلوس وبيدخل المستشفى عشان يشوف ابن عمه للمرة الأخيرة، وبيرجع تيري للبلدة وبيقابل سمر اللي بتاخده عشان يستلم الشاحنة، وبتقول له سمر انها لقت ورق كتير يدين ضباط القسم والمحكمة المحلية كمان، وانه لازم يقف معاها وما يسكتوش عن الفساد ده. لكن تيري بيقول لها انه ما يفرقش معاه يصلح حاجة، واللي كان جاي عشانه خلاص مات. وبيوصلوا لمكان استلام الشاحنة وبيسلم عليها تيري وبيشكرها وبيكتب لها رقمه عشان لو احتاجت منه اي حاجة. وبتروح سمر بيتها وبتتفاجئ بالليل وهي نايمة بصوت عالي، فبتقوم وبتبدأ تدور في المكان وبتكتشف ان في ناس دخلوا فتشوا البيت. فبتحاول تتصل بالشرطة لكن بتفتكر انها خدت جرعة من مخدر قبل ما تنام، ولو راحت القسم هتتكشف. وبدل ما تتصل على الشرطة بتكلم تيري يلحقها، وبيوصل تيري لبيتها وبيلاقيها دايخة فبيساعدها عشان تفوق، وبتبدأ تحكي له اللي حصل. وبيفتكر تيري ان اللي دخلوا البيت هم اللي ادوها المخدر، لكن بتقول له انها مدمنة وده سر محدش يعرفه، ولو اتكشف مش هتقدر تاخد حضانة بنتها تاني ابدا عشان عندها قضية قبل كده، وانها هتروح الشغل كأن مفيش حاجة حصلت وهتنسى القضايا اللي لقيتها وهتفكر في مصلحة بنتها وبس. وبتشكره على مساعدته ليها. وبتوصل سمر لشغلها في المحكمة وبيطلب القاضي مقابلتها، وبيقول لها ان جاله اخبارية من القسم باشتباه ادمانها ولازم يعمل لها تحليل مخدرات. فبتدخل سمر الحمام وبتاخد العينة وبتبدأ تعيط وتفكر في بنتها اللي ممكن ما تقدرش تاخدها تاني لو التحليل ظهر فيه مخدرات. وبنرجع لتيري اللي بياخد الشاحنة وبيتحرك بره البلدة، لكن بيتفاجئ بمساعد المأمور بيوقفه وبيقول له احنا ادينا لك فرصة، إيه اللي رجعك تاني؟ فبيقول له تيري انه رجع بس لمساعدة صديقه وهيمشي على طول، لكن مساعد المأمور بيطلع المسدس وبيضرب عليه نار وبتيجي الرصاصة في كتفه، وبيقدر تيري بسرعة ياخد منه المسدس ويهرب جوه الغابة. في نفس الوقت بتروح سمر لدار الرعاية اللي فيها بنتها وبتبص عليها من بعيد، وهي واقفة عند السور بيوصل حد من الشرطة عشان يحذرها وما بيكونش ظاهر هو مين. فبتتصل سمر على تيري وبتقول له ان حد من الشرطة حذرها وانهم عايزين يقتلوه بأي طريقة عشان ما يبلغش عن اللي بيحصل في القسم. فبيطلب منها تيري تقابله في المطعم اللي كان شريك فيه، وبتوصل سمر للمكان وبتتفاجئ بالرصاصة اللي اتصاب بيها، وبتقول له هم كده مش هيسيبوك الا لما يقتلوك وهيطردوها هي كمان عشان كشفتهم. وبيقول لها تيري انهم لازم يواجهوهم وما بقاش ينفع يهربوا زي ما كان بيقول لها في الاول، لكن لازم يلاقوا ادلة اكتر لان الورق ده مش كفاية. وبيرجع تيري وسمر للبلدة تاني وبيروحوا البيت اليوت موظف المحكمة، وبيبداوا يسألوه عن القضايا دي وليه بيحصل فيها كده، وبيقول لهم ان ده بدأ من سنتين بعد قضية اتهم فيها مأمور القسم، وانه بياخد الكفالات دي عشان يعوض الميزانية القليلة اللي بيدوها له، وبيشتري سلاح خفيف وبيدفع مرتبات وبياخد جزء لنفسه، لكن ما يعرفش تفاصيل اكتر عن القضايا دي وازاي بيتم التلاعب في ورقها عشان تفضل 90 يوم في المحكمة. وبيروح تيري وسمر لبيت قاضي المحكمة المحلية عشان هو اللي عارف التفاصيل دي، وبيدخل تيري عليه ملثم، لكن بيلاقي القاضي عارف انهم رايحين له عشان اليوت اتصل بيه وحذره، وبيقول لهم القاضي انه عارف بالتلاعب ده لكن مش بيشارك فيه، وكل دوره انه بيحول القضايا لجنحة وعشان كده مش بتتحول للمدينة، وبعد 90 يوم بتتحول كفالة، وهو بيخرج المتهمين من غير ما يتسجنوا، وفي نفس الوقت البلدة بتستفيد من فلوس الكفالات. فبيسألوه هل في أدلة على الكلام ده؟ بيقول لهم مفيش غير تسجيلات المحكمة ودي بتتمسح كل 90 يوم، وتسجيلات عربيات الشرطة عن طريق كاميرات متركبة في الكشافات بتاعتها. فبيبدأ تيري يكتف القاضي لكن بيلاقوا جنبه علبة دواء فاضية، وبتكون سمر عارفة ان الدواء ده بتاع مراته اللي ماتت مش بتاعه هو، وبيكتشفوا انه خد جرعة كبيرة منه قبل وصولهم عشان ينتحر، لكن بيتصل تيري بالإسعاف عشان ينقذوه، وبيهرب هو وسمر من المكان بسرعة. وبيسأل تيري سمر عن التسجيلات دي وبتقول له انهم موجودين في ابو المحكمة، وهم داخلين الابو وبيلاقوا مجموعة من الاشخاص خرجوا من الباب، وبيلاقوا على الارض بنزين، والاشخاص دول كانوا رايحين عشان يحرقوا المكان. وبتوقف سمر الحريق بسرعة بعصير جوز الهند اللي كان معاها في شنطتها، وبيدخلوا غرفة التسجيلات لكن بيتفاجئوا انها كلها متدمرة ومش باقي غير نسخة من تسجيلات عربيات الشرطة بس. فبياخدوا النسخ وبيخرجوا من المكان، وبتطلب سمر منه يستناها لحد ما تجيب حاجة خاصة ليها. وبتروح سمر لمكتب القاضي وبتاخد عينة تحليل المخدرات بتاعتها من مكتبه، لكن بتتفاجئ بالاشخاص اللي حرقوا المكان قدامها، وبيكونوا مجموعة من ضباط القسم اللي بيقبضوا عليها وبيسلموها لمساعد المأمور في عربية تانية. وبيشوف تيري اللي حصل وبيتحرك بالعربية بسرعة وبيخبط عربية الضابط اللي فضل في المكان وبيضربه، وبيطلب منه يتصل على الضباط اللي خدوها ويعرف مكانها فين. فبيرد عليه المساعد وبيقول له تيري ان معاه تسجيلات تدينهم
وممكن يسلمها لهم قصاد الافراج عن سمر، فبيقول له المساعد انه موافق وبيطلب منه يتقابلوا عند مكان اسمه ريبر ريدج وقت شروق الشمس. وفي وقت الشروق بيوصل المساعد ومعاه مجموعه كبيره من الضباط للمكان اللي اتفقوا عليه، وفي نفس الوقت بيلاقي المأمور اتصال من تيري اللي بيقول له انه مش هيسيبه الا لما يسلمه، وبيتفاجئ بتيري دخل على حيطه غرفه الادله ودمرها من بره، وبيروح المأمور للغرفه عشان يوقفه، لكن تيري بيضربه وبياخد شويه من الاسلحه الموجوده. وهو بيطلع من المكان بيتفاجئ بالشرطيه جيسيكا، وبيكون فاكر انها الشخص اللي راح حذر سمر، وبيديها تيري التسجيلات وبيقول لها تخرجوا من المكان زي ما عملت المره اللي فاتت، وكان فاكر انها ضد الفساد اللي بيحصل ده، لكن بيتفاجئ انها سلمتهم لمساعد المأمور اللي بيكسر التسجيلات وبيرميها، وبيقول لتيري انه ممكن يقتله حالا ومحدش هيحاسبه لانه تعدى على اسم شرطه. فبيسألوا تيري عن سمر، وبيتفاجئ ان مساعد المأمور اداها جرعه كبيره من المخدر عشان يلبسها تهمه هي كمان. وفجأة وسط تهديداتهم بيظهر واحد من الضباط اللي بيدافع عن سمر، وبيقول لهم انه مش هيسمح لحد يأذيها، وبنكتشف انه هو ده الضابط اللي راح يحذرها. وبيطلع المأمور وبيضرب الضابط ده في رجله وبيتصاب اصابه خطيره جدا، وده بيخلي باقي الضباط يتصدموا من الموقف ومش فاهمين ازاي المأمور يضرب واحد منهم. وبيستغل تيري الموقف وبيستخبى ورا عربيه وبيبدأ يرمي قنابل غاز عليهم، وبيتحرك بسرعه للعربيه اللي فيها سمر، وبياخد الضابط المصاب معاه، وبيقول الضابط لتيري يشغل كاميرات المراقبه اللي في العربيه ويسجل كل اللي بيحصل ده، والكاميرا هتسجل كل اللي حصل قبل 3 دقايق من تشغيلها كمان. وفعلا بيشغلها تيري وبيصور المأمور والمساعد بتاعه وبيهرب منهم بسرعه بره البلده، وبيكون الخبر وصل لشرطه المدينه الرئيسيه، وبيحاول المأمور يحصل تيري قبل ما يخرج من حدود البلده وقبل ما شرطه المدينه توصل لهم. وعلى اخر لحظه بتخبط جيسيكا عربيه المأمور وبتوقفه بعد ما حست بتأنيب ضمير لانها كانت ساكته على فساده، وبتسلم تيري والضابط اللي معاه وسمر لشرطه المدينه اخيرا، وبياخدوهم للمستشفى وبينقذوا الضابط وسمر. اما تيري فبيجري بسرعه وبياخد تسجيل كاميرات العربيه وبيخليها معاه عشان يقدمها للنيابه ويكشف الفساد الكبير الموجود في البلده دي. وهنا بيخلص فيلمنا.